وزي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان انا هعمل فيديو اتكلم فيه عن الاماكن الاثرية اللي موجودة في حي البطنية، ونتكلم عن تفاصيلها. فهات كوباية الشاي الجميلة بتاعتك وتعالى ورايا. انا عبد الله النقيتي، ميكروباص التاريخ. اول مكان عندنا هو حديقة الازهر، اللي اتصممت بتكلفة 30 مليون دولار علشان تكون رئة خضراء للقاهرة ومتنزه لجميع فئات الشعب. تاني معلم عندنا هو منزل زينب خاتون، بيت قديم يحمل ملامح العصر المملوكي، اتبنى سنة 1486 وقت حكم المماليك على ايد الأميرة شقراء هانم، حفيدة السلطان الناصر حسن ابن قلاوون. وفي سنة 1517 بدأ حكم العثمانيون في مصر، وانتقلت ملكية البيت لأكتر من حد، كان آخرهم زينب خاتون اللي اتسمى باسمها البيت. تالت معلم عندنا هو بيت الهواري، اللي اتبنى على إيد أحمد بن يوسف الصرفي سنة 1731، وينسب البيت إلى الطبيب عبد الرحمن باشا الهواري، وهو آخر حد سكن في البيت وامتلكه سنة 1881. وحاليا يستخدم البيت كمزار سياحي وتنطلق منه الاحتفالات الثقافية والفنية. رابع معلم معانا هو منزل الست وسيلة، أحد البيوت الأثرية المبنية على الطراز العثماني. البيت موجود في حي البطنية وتحديدا في عطفة العيني، واتبنى البيت سنة 1646 على إيد عبد الحق وأخوه لطفي أولاد محمد الكناني. وبعد كام سنة اتنقلت ملكية البيت للست وسيلة بنت عبد الله مع توقة عديلة هانم زوجة الأمير سليمان أغا. كان آخر حد يسكن في البيت ده هي الست وسيلة اللي توفت سنة 1835، ولحد النهاردة البيت لسه باسمها. خامس معلم معانا هو مجمع أبو الدهب، عبارة عن مدرسة ومسجد وتكية محمد بك أبو الدهب اللي بناهم سنة 1703. ومحمد أبو الدهب كان تابع لعلي بيك الكبير، لما اشتراه اداله الإمارة وبقى محمد بك أبو الدهب. واشتهر بأبو الدهب علشان لما كان راجع بعد ما استلم الإمارة بدأ إنه ينصر أو يوزع الذهب على الفقراء. وطبعا دي كانت نقطة في بحر من الأماكن الأثرية والتراث والتاريخ العظيم اللي موجود في حي البطنية، الحي الأثري